أكبر غلطة بشوفها أهالي بيتعبوا ولادهم في التمرين، ولما بيروحوا بيدوا مكافأة بتبوظ مجهود الساعتين اللي فاتوا في 10 دقايق أكل. ابنك بيحرق في التمرين 400 سعرة حرارية، ولما بيرجع البيت بياخد مكافأة فيها 600 سعرة في شكل سكر أو دهون. انت فاكر انك بتكافئه، بس الحقيقة انت بتزود تراكم الدهون وبتدمر الاستشفاء العضلي اللي جسمه محتاجه. كافئ ابنك بكلمة تشجيع أو بلقب جديد أو ب10 دقايق زيادة لعب، مش بأكل. قاعدة ال30 دقيقة: أول 30 دقيقة بعد التمرين لازم تكون بروتين وكربوهيدرات معقدة مش سكريات. علم ابنك إن الأكل ده وقود مش جايزة. لو عايز قائمة الممنوعات والمسموحات اللي بتبعها لأهالي الأبطال علشان يضمنوا نتيجة التمرين، اكتب كلمة تغذية وهبعتلك الدليل.